ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض البيتزا بطريقه سهله جدا وبسيطه. طبعا انا عملت من الكيلو دقيق عملت 5 صواني بيتزا. طبعا من حلاوتها احنا ما قدرناش نستنى لحد ما اصورها، يعني كلنا منها واتبقى دولة. طعمها جميل جدا، وان شاء الله هتعملوها تطلع معاكم مظبوطه من اول مره. ويلا بينا مع بعض نشوف الطريقه والمقادير هتتعمل ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا النهاردة في مطبخ مروة الشربيني. وطبعا زي ما احنا متعودين مع بعض دايما بنعمل كل حاجة ببساطة وبسهولة. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا والناس كلها بتحبها، كبار وصغار. هنعمل مع بعض النهاردة البيتزا بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنقول مع بعض المقادير. معايا هنا يا حبايبي كيلو دقيق، ومعايا معلقتين كبار من السكر، ومعلقتين كبار خميرة فورية او خميرة على حسب رغبتك، ومعايا هنا معلقة صغيرة ملح، ومعايا هنا كيس لبن نيدو اللي هو معلقتين ونص، ومعايا هنا بيضاية بدرجة حرارة المطبخ، ومعايا هنا معلقتين كبار خل. طبعا الخل بيعتبر محسن للعجينة بتاعتنا، ومعايا هنا 6 معالق كبار من الزيت يعني ربع كوباية، ومعايا هنا كوبايتين ونص من اللبن من المية الدافية. لازم المية يا حبايبي تكون دافية من المج ده. هنعمل ايه يا حبايبي؟ اول حاجة هنعملها هنجيب الدقيق بتاعنا، هنحط عليه المكونات الجافة دي ونخلطها مع بعض. هنحط اول حاجة السكر، وبعد كده الخميرة، طريقتها سهلة جدا وبسيطة، والملح واللبن، وهنخلطهم كويس. لازم نخلطهم كويس عشان يندمجوا مع بعض. يبقى احنا حطينا ايه يا حبايبي دلوقتي؟ حطينا الخميرة والملح واللبن، وهنخلطهم مع الدقيق كويس والسكر. وبعد كده يا حبايبي هنحط الزيت، دول 6 معالق كبار زيت يعني ربع كوباية. هنحطهم كده وهنخلط كل ده مع بعض. لازم نخلطهم الاول قبل ما نحط المية. نخلط الزيت مع اللبن البودرة والخميرة والسكر. بعد ما نخلط الزيت هنحط البيضة، ونحط كده يا حبايبي البيضة ونخلط كويس. وفي الاخر بنحط المية، ونحط المية واحدة واحدة طبعا زي ما قلنا، عشان في الدقيق بيختلف من نوع للتاني، في دي بياخد مية كتيرة وفي دي ما بياخدش. نعملهم كده يا حبايبي، نبسهم بايدينا عشان الدقيق يتشرب من كل حاجة حطيناها. يبقى احنا نمشي مع بعض ان شاء الله البيتزا خطوة بخطوة. بعد ما نعجن هنسيب العجينة تختمر، وهنعمل مع بعض الصلصة اللي بنحطها على البيتزا، لان الصلصة اللي معلبة دي ما بتبقاش حلوة، ولا الكاتشب اللي بتحطوه ده بيبقى طعمه وحش. نبسها كويس، وبعد كده هنحط المية. هنحط اول حاجة نص كوباية المية ونعجنها واحدة واحدة المية، عشان ما احطهمش مرة واحدة والعجينة تبوظ مني. طبعا انت لو عندك عجان هيكون احسن، بس انا بعجن بايدي. المية انا كده يا حبايبي حطيت كوباية ونص، تمام. ونعجن كويس. نحاول نحط الدقيق كده كله يتشرب من المية والحاجات اللي احنا حطيناها. طريقتها سهلة وبسيطة، انا ماشية معاكم خطوة بخطوة عشان محدش يتلخبط والحاجة تطلع معاكم مظبوطة. نحط شوية مية تاني، وهسيب نص كوباية للاخر. هكمل عجن انا وهرجع لكم تاني. طبعا يا حبايبي هتحتاج معايا ميه، فهحط شويه من دول، مش هحطهم كلهم مره واحده، يعني هسيب الشويه دول. واحط معايا هنا معلقتين كبار خل. طبعا الخل بيعتبر محسن للعجينه وبيخليها طريه جدا وجميله. هنعجن وبعدين هكمل عجن انا وارجع لكم تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكم. طبعا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده انا فضلت اعجن فيها لحد ما وصلت معايا بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. واهم حاجه من سر نجاح البيتزا لازم تعجني فيها كتير جدا. انا عجنت فيها 10 دقايق،
لو انت عندك عجان هتعجنيها فيه. بعد كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده احط شويه زيت في البوله واسيبها لما تخمر. احط شويه زيت في البوله كده يا حبايبي عشان ما تلزقش فيها، وهنسيبها تخمر لمده ساعه. وبعد كده دلوقتي هنشوف هنعمل ايه يا حبايبي. هنعمل الصلصه بتاعه البيتزا. نسيب ونغطيها بكيس طبعا، او لو انت عندك بوله بغطا تحطيها وهتغطيها. دلوقتي هنعمل ايه، هشيل العجينه تخمر في مكان دافي وارجع لكم تاني نعمل مع بعض الصلصه بتاعه البيتزا. طبعا يا حبايبي احنا سيبنا العجينه لما تخمر، قلت نعمل مع بعض الصلصه اللي تتحط على البيتزا. طبعا نسيت اقول لكم على حاجه، ان انا ما احتاجتش الميه كلها في العجينه، يعني اتبقى معايا ربع كوبايه، وحطيت يعني معلقتين كبار دقيق احتاجتهم وانا بعجن. دلوقتي يا حبايبي هنعمل الصلصه. هنعملها ازاي؟ المكونات بتاعتها معايا هنا بصلايه متوسطه، ومعايا هنا كام فص توم كده حوالي 6 فصوص توم، ومعايا هنا نص معلقه زعتر، ومعايا نص معلقه بابريكا، وربع معلقه فلفل اسود، ومعايا نص معلقه توم باودر ونص معلقه بصل باودر، يعني كله نص نص ما عدا الفلفل الاسود ربع معلقه. ومعايا هنا حوالي نص كيلو طماطم، ومعايا هنا معلقه كبيره زيت. هنعمل ايه يا حبايبي دلوقتي؟ اول حاجه هنحط الطماطم في الحله اللي معايا دي. هنحط الطماطم وهنحط عليها البصل، وهنحط كل التوابل اللي موجوده معايا دي، البابريكا والفلفل الاسود والبصل البودر والثوم البودر والزعتر والثوم، وهحط معلقه كبيره من الزيت واحطهم على النار لحد ما يستووا. وبعد كده هنضربهم في الخلاط، هتبقى معايا ان شاء الله احلى صلصه تتحط على البيتزا. دلوقتي هنشوف بقى الحاجات اللي هي الحشوه اللي هنحطها على البيتزا وهرجع لكم تاني. طبعا يا حبايبي نسيت اقول لكم ان انا هحط ربع كوبايه الميه اللي اتبقت مني على الصلصه بتاعتنا، وهنسيبها لما تستوي على النار. طبعا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده الطماطم بتاعتنا حشتها من على النار. دلوقتي هسيبها لما تبرد، وهنقول مع بعض الخلطه اللي هنحطها او التزيين يعني بتاع البيتزا على حسب رغبتك، وكل واحد على حسب مقدرته. انا عندي هنا فلفل رومي، لو انت حابه فلفل الوان هتجيبي، ومعايا هنا بصلايه مقطعاها صغير كده، ومعايا هنا طماطمتين. ما نكترش في الطماطم، ونحاول نعصر الميه اللي موجوده فيها عشان الصلصه اللي هنحطها. ومعايا هنا جبنه شيدر مقطعاها حتت كده، ومعايا هنا زيتون، ومعايا هنا يا حبايبي جبنه رومي وجبنه موتزاريلا. طبعا احنا دلوقتي مستنيين العجينه لما تخمر، لسه ما خمرتش. دلوقتي هروح اضرب الصلصه دي في الخلاط وارجع لكم تاني. طبعا زي ما انتوا شايفين كده العجينه بتاعتنا اختمرت ما شاء الله عليها يعني. هنبتدي نعملها كده ونطلعها نقطعها على 5 كور. الكيلو هعمل معاه 5 وحدات. احاول افردها كده ونعملها على 5 كور، وانت على حسب حجم الصينيه اللي هتحط فيها. احاول اسويها الاول قبل ما اقطعها عشان تبقى معايا متساويه. طريقتها سهله جدا وبسيطه زي ما شفتوا معايا. نقطعها كده ونعملها بالشكل ده. طبعا قطعت معانا واحده، نعمل واحده تاني وبعد كده اكمل انا الكميه مع نفسي عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. طبعا يا حبايبي العجينه بتاعت البيتزا لازم نفردها تبقى خفيفه ما تبقاش تخينه عشان هي تدخل الفرن وتختمر معايا تاني. هكمل الكميه وارجع لكم تاني. طبعا يا حبايبي انا قطعتهم كده على 5 كور، هعمل معاكم واحده وهكمل الباقي. هنحط دي كده على جنب ونفردها كده اول حاجه بايدينا، وبعد كده بالنشابه تفرديها. لازم تكون سمكها خفيف يعني مش تخينه. معايا هنا النشابه بتاعتي وهفرد بيها. انا طبعا رشه دقيق بسيطه على الرخامه مش كتير يعني. ونحاول نفردها كده نخلي شكلها ان هي مدوره كده يعني دايره. هكمل انا فرد وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. طبعا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده انا فردت العجينه وجبت صينيه دهنتها زيت، والسمك بتاعها يا حبايبي يبقى كده لا تخينه قوي ولا رفيعه كده، السمك بتاعها كويس جدا. هنفردها كده على قد الصينيه. وعندي هنا يا حبايبي الخطوه دي اختياري انا بحب اعملها يعني. هنحط الجبنه الشيدر من على الاطراف كده وهتنيها، بتديني طعم جميل وبتبقى حلوه خالص. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم بالطريقه بتاعتي دي. طبعا انا هعمل معاكم واحده وهكمل انا. الكيلو هيعمل لي 4 بيتزات او 5. هكمل انا احط العجينه بتاع الجبنه وارجع لكم.
طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده انا حطيت الجبنه وعملتها كده بالشكل ده، تبرميها كده تتنيها على الجبنه وتعملي تدوسي عليها بصباعك عشان ما تفكش منك. دلوقتي انا جايبه شوكه كده لازم نخرمها بالشكل ده يا حبايبي عشان هي هتدخل الفرن وهتتنفخ معايا، فانا بعمل كده عشان اخرج لها الهواء وما تتنفخش مني. طبعا طريقتها سهله، انا ركنت الجبن كلها على جنب دلوقتي، ما حطيتش غير الجبنه اللي حطيتها في الجناب عشان ما تنشفش منه والجبنه تمط معايا. السر اللي يخلي الجبنه تمط معاكي بعد ما تدخليها الفرن وتحط عليها الصلصه والزيتون والبصل والطماطم بقى، تاخد اقل من 10 دقايق او 10 دقايق، وبعد كده تطلعها من الفرن تسيبها تبرد يعني 5 دقايق، وبعد كده تحط عليها الجبن وتدخليها الفرن تاني، تفتحي عليها الشوايه يعني انت واقفه كده يا دوب الجبنه تسيح وتروحي مطلعوها. طبعا انا خرمت كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين البيتزا اللي معايا. طبعا الصلصه اللي احنا عملناها دي جميله وريحتها جميله جدا وطعمها جميل. هعمل ايه يا حبايبي؟ هحط كده شويه وهعملهم بالفرشه اللي معايا، منكترش يعني عشان ايه تبقى طعمها حلو. ونفردها كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين بالفرشه اللي معانا او بمعلقه او اي حاجه موجوده عندك. طبعا طعمها جميل وريحتها جميل احسن من الحاجات اللي الصلصه المعلبه والكاتشب والحاجات دي كلها، دي عك كله ده، دي جميله ان شاء الله ما تجربوها هتعجبكم. طبعا انا فردتها كده يا حبايبي بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهنعمل ايه؟ هحط الفلفل بعد ما طلعت معانا من الفرن وبردت شويه، هحط الجبنه بتاعتي. طبعا دي جبنه موتزاريلا كده يعني كذا نوع مع بعض، هحط كده عليها، نكتر الجبنه عشان تبقى طعمها حلو. ولو عندك جبنه شيدر هتحطي، انا عندي شويه اللي فاضوا دول اللي حطيتهم في الجناب فاض شويه حطيتهم على الجبنه الموتزاريلا. واحط جبنه رومي بس ما نكترش الجبنه رومي عشان بتبقى حادقه معايا فما تعمليش يعني تبوظ لي البيتزا بتاعتي. هدخلها الفرن يا حبايبي بعد ما احط الجبنه، هفتح عليها الشوايه. طبعا لو حابه تجيبي سوسيس او اي حاجه من اللي بتتحط دي برضو على حسب راحتك ورغبتك. هروح ادخلها دلوقتي يا حبايبي الفرن وافتح عليها الشبكه وهنشوف الشكل النهائي معانا. طبعا يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده المطه الجميله دي، شايفين الجبنه بتاعتنا بتمط ازاي، جميله جدا وطعمها اجمل طبعا. واتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.